هي إزاي بتحبّني وهي مش مريّحاني؟ إزاي بتحبّني وإحنا مش ما فيش بيننا شراكة؟ إزاي بتحبّني وهي مش عايزة تبذل مجهود في العلاقة؟ واحدة من أساسيات الحب إنِّك تحسّي بالأمان، فما أعتقدش إنه في علاقة ينفع تتسمّى حب من غير ما يكون فيها أمان، لمّا بتتجمّع اللقطات دي وتتكرر بيتكوّن جوانا الحب. أنا مش هاصدّق أي حد يقول لي باحبِّك، أو أنا مش هاتسرّع إني أقول لحد باحبك باحبك. من غير فعلًا ما أثبت له ده. عارفة الtrend اللي طلع فكرة الحب المشروط والحب الغير آه، مشروط، يقول لِك الحب غير مين قال إن الحب غير مشروط؟ عايزة أقول لِك كمان إن الtrend بتاع الحب الغير مشروط ده أصلًا ظهر لإن في فئة من الناس طلّعت إن لمّا أقول مثلًا للطرف التاني احتياجاتي منه أو احتياجاتي من العلاقة، يبقى أنا كده حاطة له شرط للعلاقة، ودي حاجة ودي حاجة. كان في واحدة كنت أعرفها يعني في فترة من فترات حياتي، كانت دايمًا تقعد تعبّر لي كتير أوي إن هي بتحبني. أنا كنت باستغرب شوية، رغم إني كنت عارفة فعلًا إن هي كانت بتحبني، بس كنت باستغرب إن الأفعال ما كانتش تدُل خالص على طريقة الكلام أو على الحب. وكنت باقعد أقول جوايا طب هي إزاي بتحبني وهي مش مريحاني؟ إزاي بتحبني وإحنا مش ما فيش بيننا شراكة؟ إزاي بتحبني وهي مش عايزة تبذل مجهود في العلاقة؟ إزاي بتحبني وهي لغة التواصل بيننا ممكن نقعد يعني سَنة ما نكلمش بعض أصلًا، وفي وقت أزماتي وفي وقت سايباني. يعني مطبات حياتي أصلًا هي مش موجودة، هي دايمًا مش موجودة. فاكتشفت بيني وبين نفسي تعريف الحب بالنسبة لفاطمة إنه الشخص يكون متواجد، أكون حاسة بوجودِك، مش باطلب منِّك إنِّك طول الوقت تبقي نفضل مكالمات نتقابل ومش عارفة إيه، بس وجودِك في حد ذاته إنِّك موجودة، وإن لمّا أكلمِك هالاقيكِ أي وقت، ده في حد ذاته أصلًا بيطمن. حب ده أمان بالنسبة لي. فتواجدها ما كانش موجود أصلًا في العلاقة، كنت أنا اللي باسحب تواجدها، كنت أنا اللي باجري عشان تبقى موجودة أصلًا. فاكتشفت إنه لأ، أنتِ مش بتحبيني. وكانت أول صدمة لمّا في مرّة رُحت قُلت لها: "أنتِ مش بتحبيني." كانت مش مصدّقة، كانت بتتهمني إن أنا ظالماها، "أنتِ إزاي شايفة؟" أنا لأ، أنا باحبِّك، هي بس فين الإثبات؟ فالحُب عايز دايمًا إثبات. عطاء. يعني أنا الطرف التاني بيحبني، أنا مصدّقة مشاعرك، يعني عايزين نفصل ما بين المشاعر وما بين الإثبات، أنا مصدّقة مشاعرك، بس فين أفعالك؟ فين بَذْل مجهودك عشاني؟ وأنا كمان هابذل مجهود، ما هو شراكة بين الطرفين، يعني أصلًا الحب الصحّي بقى والحقيقي إن الطرفين بيعملوا نفس المعادلة بس كل واحد بطريقته، بس المعادلة، الشراكة كل واحد بيشارك بس بطريقته، التواجد كل واحد بيكون موجود بس بطريقته، المعنى إنه الاتنين بيعملوا نفس الحاجة، بيعملوا الحاجة بس بأسلوب بشكل مختلف، مختلف. بشكل مختلف. فهنا التجربة دي رغم إن أنا كنت طالعة منها مش ألذ حاجة، كانت صاحبتي أوي، بس اكتشفت بعدين إنه أنا مش هاصدّق أي حد يقول لي باحبِّك، أو أنا مش هاتسرّع إني أقول لحد باحبك باحبك. من غير فعلًا ما أثبت له ده. وبقيت أفلتر من حواليّا ال ال العلاقات اللي هي فيها كلام كتير، هو الكلام مهم في العلاقة وده طبعًا شيء أكيد، بس لو هو من غير لوحده فعل. لو هو لوحده كده هينهار، ما لوش لازمة خالص. فلازم الكلام إثباته بأفعال، إثباته بتواجد، بمشاركة، بذل مجهود. فده تعريف الحب. حلو تشوفي جدًا. الحب إزاي؟ الكلمة اللي أنتِ قُلتيها دي كانت مهمة جدًا، فكرة إنه هي كده مش متواجدة، أنا مش حاسة بالأمان. إمم، واحدة من أساسيات الحب إنِّك تحسّي بالأمان، فما أعتقدش إنه في علاقة ينفع تتسمّى حب من غير ما يكون فيها أمان، فدي إمم، رقم 1. رقم 2 النقطة اللي أنتِ قُلتيها برضه التواصل، إحنا بنتواصل مع بعض سمعي وبصري، إيه ده إحنا موجودين في حياة بعض، إحنا فعلًا بنتواصل، إحنا عارفين أخبار بعض، ففي تواصل، فأمان وتواصل بيعملوا حالة الحب. لمّا نبتدي نشارك مع بعض أفعال كتير وتصرفات كتير ومواقف كتير، بيسموها دي لحظات حب مصغّرة، لقطات. إمم، لمّا بتتجمّع اللقطات دي وتتكرر بيتكوّن جوانا الحب، إمم، بس لازم اللقطات دي أصلًا تكون موجودة. لكن إمم، هي مش موجودة وحصلنا حب فين الحب؟ عشان كده ده بيدخل في فكرة عارفة الtrend اللي طلع فكرة الحب المشروط والحب الغير مشروط، يقول لِك إمم. الحب غير مين قال إن الحب غير مشروط؟ يعني أنا يعني دايمًا أقول إيه في فرق ما بين الحب المسبب حب بسبب، والحب الغير مشروط أو الحب المشروط. أنت الحب اللي بسبب أنا باحب اللي قصادي لإنه شخص طيب، حنين، جدع، في أسباب حقيقية في إني إمم، أحبه، أصل ما فيش حد يعني اللي بيقول إن الحب ما لوش أسباب والكلام ده كله هو مش فاهم إمم، لا القلب ولا العقل بيشتغلوا إزاي. إمم، ماشي، فهي مش كده. لأ، هي فكرة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلّى كل ده بيتفاعل فيدّيك نتيجة في الآخر. فالحب بسبب إن أنا باحب اللي قصادي لسبب معيّن في شخصيته، هو فيه حاجات حلوة، إمم، فده بسبب. طب إيه الشرط؟ لمّا أطلب منه إنه يخرّج الحاجات دي بشكل معيّن. يعني مثلًا فاطمة حنيّنة معايا، حنيّنة بأشكال كتير جدًا،
بس أنا عايزة الشكل ده أيوه. برضه، لو ما عملتليش التصرُّف ده أنا كده مش راضية عن علاقتنا. طب ما هو ده كده شرط. إمم. ليه؟ ما ممكن فاطمة ما بتعرفش تقدّم الطريقة دي، ما ممكن فاطمة محتاجة مساحة تقبُّل في العلاقة، إن أنا مثلًا أيوه. متقبّلة حنيّتها زي ما هي، طالما بتقدّم الحنيّة خلاص، إمم. مش محتاجة حاجة تانية. يعني الtrend اللي طلع وفكرة الحُب الغير مشروط اللي تصوّرنا بيه إن أنا ممكن إني أحب بني آدم مهما عمل ومهما كان أنا مش فاهمة يعني الtrend ده طلع أصلًا منين؟ يعني أصلًا مش فاهمة إحنا تناقلناه كمان رغم إمم. إنه يقول لِك الوحيد اللي ما بيحبِّك حُب غير مشروط هو ربنا سبحانه وتعالى، لكن حتى الآباء والأمهات في منهم ناس مش بيقدروا يحبوكِ حُب غير مشروط. إمم. فكرة لمّا ربنا سبحانه وتعالى قال المَوَدّة، إيه المَوَدّة؟ ما قالش خلّى بينكم حُب، أيوه. إيه المَوَدّة؟ أفعال الحُب، إمم. أنت اللي جواك يخُصّك، لكن اللي طالع منّك يخُصّني. بالضبط. فأنت اللي جواك حُب جميل، بتعمل إيه بيه بقى؟ إمم. بتأذي والّا بتنفع؟ بتُقف جنب اللي بتحبه ومحتاجك والّا لأ؟ أنت مش بتُقف جنب حد محتاجك بتحبه إزاي طيب؟ ما أنت عارف إن هو ضعيف في اللحظة دي، إمم. بتشاركه في فرحه والّا لأ؟ فدي من الحاجات اللي فعلًا يعني أعتقد إن هي بتغيّر فكرة الحُب أصلًا عندنا. إمم. حتى باحس إن ربنا سبحانه وتعالى نَفْسه لمّا اتكلّم عن الحُب، ربنا ذكر الحُب في القرآن، إمم. قال على ناس وعلى صفات ربنا بيحبها وصفات ناس ربنا سبحانه وتعالى لا يحب، إمم. وعرّفنا ده سبحانه وتعالى. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا باحب ولا أحب، والله سبحانه وتعالى وإحنا متفقين إن روح العلاقات إحنا بنستقي بنتعلّم من علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى علاقتنا بالعباد. إمم. فأنت دلوقتي ربّك نَفْسه قال على حاجات ناس بيحبوهم وأفعال لناس وصفات ما بيحبوهمش، إمم. فالطبيعي إن إحنا كمان كبشر نبقى كده. عايزة أقول لِك كمان إن الtrend بتاع الحُب الغير مشروط ده أصلًا ظهر لإن في فئة من الناس طلّعت إن لمّا أقول مثلًا للطرف التاني احتياجاتي منّه أو احتياجاتي من العلاقة، يبقى أنا كده حاطّة له شرط للعلاقة، إمم. ودي حاجة ودي حاجة. فالحب في حد ذاته أمان وتواصل، وهو مجموعة من لحظات ومن مشاهد عشناها مع بعض في مواقف كتيرة جدًا جمعتنا في الحياة، ودي الحاجة اللي تسمى مش سبب الحب، سبب صفات في الشخص وصفات وأفعال جمعتنا ببعض، وعلشان كده هو ده روح العلاقة، روح العلاقة اللي بتخلّي إنه إحنا نعرف نحب بعض أصلًا. لكن فكرة الشرط فكرة دايمًا مرتبطة يمكن بأفعال معيّنة أنا باطلبها حتى لو اللي قصادي كويس، وحتى لو اللي قصادي فيه إمم. صفات كويسة، بس أنا باطلب حاجة معيّنة هي دي اللي باوقّف عليها الحب. فهو ده ممكن يكون تعريف الحب المشروط. إمم. أمّا غير كده فده بيعتبر روح جوّه العلاقة بيدّي لها معنى تاني خالص.